يقول لك يعرف، يعني يقولوا قد عرفناك باسمك وصفتك، يعني قد جالسوا وعرفوك كذا. لا، الثلاثين ما يقولون هذا. عندنا كذا حين عندنا عدة مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة العلماء، مع كل عالم 313 رجل، وهم 7 علماء أو 9 علماء. طيب المجموعة التي تأتي مع المهدي من اليمن 30 رجلا، ما ورد فيهم أنهم يقولون له قد عرفناك ولا شيء، إنما يدخل معهم من إحدى قرى جرش، من إحدى قرى جرش في 30 رجلا. قرى جرش هي المناطق أبها وما حواليها حتى تصل إلى قرب عمران، ومن هناك إلى عسيس، هذه تسمى المخلاف الجرشي. من إحدى هذه القرى يخرج المهدي في 30 رجلا، ولم يتكلم على أنه تحدث معهم أو حدثوا، الله أعلم، هم يخرجون وهم يعلمون به، أو مسافرين يعني مثل ما تقول صحبة سيارة في الطريق، أو أنهم يكونون حاجين سويا أو معتمرين، أو الله أعلم، أو أنهم يعني أصحاب من قبل، إلا أنهم ما يعرفون أن المهدي إلا أنه أحد الأصحاب، الله أعلم. طيب بعدين عندنا 40 رجلا في مكة، 40 رجلا في مكة، وهؤلاء هم الذين يدخل عليهم صاحب المهدي فيقول لهم كم أنتم ها هنا؟ قالوا نحن من 40 رجلا. قال كيف بكم لو رأيتم صاحبكم؟ قال لو ناوى بنا الجبال لنوانينها معه. والله أعلم لفظة صاحبكم هل تعني من الصحبة والمرافقة بحيث أنهم يعرفونه سابقا وعاشوا معه كل شيء، وفي هذا الوقت خلاص استبان لهم بأنه المهدي وقطعوا فيه، فيريدون أن يطلعوا عليه، يعني يكون قد هرب منهم أو اختفى أو شيء، أو أنه بمعنى صاحبكم أي الشخص الذي أنتم تتمنونه ولكن لم يصحبهم يعني في نفس الزمن أو شيء، الرجل الذي تبحثون عنه وستصاحبونه مستقبليا. فالله أعلم بهذا كيف يكون الحال. طيب وبعدين 10 الرجال الذين اختاروا من 40 ويذهبون لمقابلته فيكرهونه، هؤلاء هم الذين يقولون له وفيهم 7 علماء، وفي هؤلاء 10 7 علماء هم الذين يقولون قد عرفناك باسمك واسم أبيك وأمك وحليتك. وأيضا الله أعلم المقصود من هذا قد عرفناك باسمك واسم أبيك وأمك وحليتك، يعني أننا درسنا صفاتك من قبل ونحن نعرفك أنك أنت، لكن الآن خلاص يعني تحدد الموقف أنك ستكون أنت، أم أنه لا، يعني في ذلك الوقت أتوا وهم لا يعرفونه حقيقة فدلوا عليه، فلما رأوه قال والله سألنا الناس أن اسمك فلان وصفتك كذا وكذا وكذا مددك مبايعة. تمام. هؤلاء هم 10 فيهم 7 العلماء وفيهم 3 من غير العلماء. فهذه هي تقسيم المجموعات، لكن مش 30 رجل. 30 رجل ما ورد أنهم يأخذون معه أي كلام. وأكثر ما يدور بين المهدي وبين أصحابه من تحديد شخصيته في مكة، أما قبل مكة ما ورد أنه يدار بينهم في أي بلد آخر، يعني سواء أنه قدم من اليمن أو قدم من قرى جرش أو غير ذلك أو من كرعة أو كذا، ما ورد على أنهم يتكلمون في هذا الباب نهائيا، مما يدل على أنهم فقط يتكلمون في الصفات الزمانية والصفات المكانية والشخصية، يتداولوها تداولا يعني بس فهما لها، لكن مش إنزالا لها. في ذلك الوقت فقط ينزلون على الأحاديث المكانية والزمانية، أما الشخصية ما فيش إنزال حتى يصلون إلى مكة، عند ذلك يكون الإنزال الحقيقي لها، المحقق لها. نعم. المهدي عليه السلام هو كيف يعرف هو إيش؟ يعرف أنه هو المهدي. طيب أولا بالنسبة هل يعرف الصفات العامة أو يعرف التحقيق في قضية المهدية؟ أي بيطيعوا هذا. أنا من رأيي أنه يجلس هنا. هذا شاب هذا، تعال يا شعيب تذهب روح هنا يا لا خلي ياخذ راحته. روح تفضل. هذا شاب ما شاء الله عاد وما عليه أنت اللي تتعب الكلام. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عندنا الصفات العامة وعندنا تحقيق المهدية. كيف الصفات العامة وتحقيق المهدية؟ سأضرب لكم تقريبي على ذلك. عندنا طالب
يدرس مثلا في الثانوية العامة في آخر سنة، تمام؟ هو في الفصل، أهل الفصل كلهم يعلمون على أن هذا يعني دائما يعني في كل سنة ينجح يجيب الأول ذكي من الله عز وجل. في خلال مسيرته الدراسية في نفس السنة الأخيرة يعني كلهم يعني يشهدون له على أنه ما نقصت درجة، يعني مجتهد في دروسه كذا وممتاز، ما أحد ينافسه، ما أحد ينافسه. تلقائيا يوم ما يختبر يدخل الاختبار، انتهى من مرحلة الاختبار ينتظر النتيجة. أكثر الطلاب يقولون والله لو الأول علينا ما هو إلا فلان. هذا يكون تقديرا لا تحقيقا، هذا يكون إيش؟ تقديرا لا تحقيقا، لأنه بعدين التحقيق ما هو لما تخرج النتيجة. فإذا خرجت النتيجة في ذلك الوقت نقول تحقيقا، إذا خرجت أنه هو الأول نقول تحقيقا أنه الأول. واحد يقول لا يا جماعة لا تقولوش الأول، قل له كده مكتوب، تقول لي مدري إيش، يقول لا تقولوش الأول، وقل له كده مكتوب، يعني خلاص انتهت القضية خلاص، وسيد أخذ هذا والنتيجة والدرجات وانتهى. فهذا تحقيقا بلا مماراه، وما يماري فيه إلا إنسان أعمى البصر والبصيرة أو يريد أن يغالط الحقيقة، هذا بالتحقيق. لكن قبلها لو أتانا واحد قال يا جماعة لا تقولوش الأول، نقول لا يحتمل كلامك، ممكن يأتي قدر الله عز وجل واحد هو يغلط له في غلطة كبيرة في خلال الاختبارات، وواحد يجاوب إجابة فيتعداه بدرجة درجتين وأخذ الأول عليه، فيقول أنا متأكد على أن فلان لن يكون الأول. كله ممكن يكون، ممكن لا يكون. فعندي كمثل ما قلت لك تحقيقا، وعندي تقديرا تقديرا. هذه الفترة التي نعيش فيها اليوم ممكن تقدر، لكن ليس ممكن أن تحقق. فهمت ولا لا؟